الديانة المصرية القديمة واللي بتعتبر المحرك الأساسي لحياة المصريين القدماء. خلينا متفقين إن الموضوع ده بيطول شرحه، لكن إحنا جايين النهاردة نتكلم في شوية حاجات بسيطة ولذيذة مع بعض. يلا بينا. يلا بينا. في الحلقة دي هنتكلم عن الأسباب اللي دفعت المصري القديم للتفكير في المعتقدات الدينية، وإيه سبب نشأة الديانة المصرية القديمة، وتفسير المصري القديم لكل الظواهر الكونية الطبيعية اللي بتحصل حواليه واللي كان يعجز العقل البشري عن تصديقها أو تفسيرها، خصوصا في فترة زي اللي هنتكلم فيها. وهنتكلم كمان عن الأسباب اللي دفعت المصري القديم لأنه يقدس الحيوانات أو الكائنات الحية اللي عايشة معاه في البيئة، وهنعرف كمان إزاي قدر يربط بين صفة الحيوان ووظيفة المعبود، وليه اختار الحيوانات خاصة إنه يقدسها ويعبدها، ليه مش النبات مثلا أو الجماد. خلينا الأول نعرف يعني إيه كلمة ديانة، سواء كانت الديانة المصرية القديمة واللي هي متعددة الآلهة أو إحدى الديانات المنزهة. في شيء مشترك بينهم، إيه هو؟ بكل بساطة كلمة ديانة دايما بتتعلق بموقف الإنسان قدام العالم الغير مرئي واللي هو ما بيشوفوش ولكن بيحس بيه، وبتتعلق كمان بأنماط علاقته بالخيال. طيب نرجع تاني لموضوعنا وهو الديانة المصرية القديمة. قبل ما نتعمق في الديانة لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، وهو إيه السبب الرئيسي اللي دفع لنشأة العقائد الدينية أو الديانة المصرية القديمة؟ الأصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. هقولك، الإنسان المصري القديم لما استقر حوالين مجرى مياه نهر النيل خلاص بقى مستقر، بقى عنده أكله وشربه وملابسه وحياته وعايش في أمان الله. هل هيفضل قاعد فاضي كده؟ لأ طبعا. ايه الزهق ده؟ فهيبدأ بقى يفكر ويتدبر في كل الكون اللي حواليه ده، وهيبدأ يربط كل حاجة بتحصل حواليه بالوازع الديني. انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت قاعد يقول الكلام اللي بمعنى ايه برضو؟ ببساطة برضو هو صحي من النوم، بص في السماء ناحية الشرق لقى الشمس طالعة، فضل قاعد لها طول اليوم لحد ما خدت لفتها وراحت ناحية الغرب واختفت. قالك ايه ده بقى؟ الشمس دي بتختفي بتروح فين لحد تاني يوم وترجع تظهر لي من الشرق وتختفي من الغرب تاني، هنلعب بقى. ما تكملش، ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. وكذلك النباتات اللي شايفها قدامه عمالة تنمو وتدبل وتموت وترجع تنمو تاني في الموسم اللي بعده، وفيضان النيل اللي بيحصل السنة دي وبعدين المية تغيض وترجع تفيض تاني في العام اللي بعده، وغيرها كتير بقى من الظواهر دي، زي اختفاء القمر والنجوم وهبوب الرياح والأعاصير وسقوط الأمطار والكسوف والخسوف وغيرهم كتير. انا مش فاهم حاجه خالص. بعدين قال لنفسه طب سيبك انت من كل ده، هو أنا كإنسان جيت منين؟ مين اللي خلقني؟ وأنا بعمل إيه على الأرض دي؟ فبدأ يفكر في أسباب وجوده، وبدأ يتأثر بشكل مباشر بكل الظواهر اللي حواليه، واللي أطلق عليها العالم ديرشن إنها ظواهر التركيز الأقصى للقوى المشتتة المكونة للكون. المهم بدأت تتكون في دماغ المصري القديم فلسفة دينية الطابع، وهي إن في قوة كونية خفية الإنسان ما بيشوفهاش ولكن بيحس بيها، ولكن هي اللي بتتحكم في كل الظواهر دي. وبدأ بقى يتصور القوة دي في مخيلته ويربط كل الظواهر اللي موجودة حواليه برمز معين أو يجسدها في شكل حاجة معينة. ومن هنا بدأ يظهر ما يعرف باسم النسروق أو المعبودات أو الآلهة، واللي مثلها المصري القديم على شكل عصا ملفوفة بلفائف وعليها جزء تاني متعامد عليها، أو في شكل رجل جالس وعنده لحية أو دقن، أو في شكل صقر واقف على حامل. المعبودات دي كلها بتكون بتتميز بإحدى صفات الظاهرة اللي بتمثلها. طيب خلينا نتكلم ببساطة شوية. يعني مثلا عايز يمثل الخصوبة فهيمثلها على شكل بقرة، عايز يمثل القوة هيمثلها على شكل ثور. ومن هنا يجي سؤال مهم جدا، وهو ايه السبب اللي دفع المصري القديم لتقديس الكائنات الحية اللي موجودة حواليه؟ في الحقيقة هما 3 دوافع ملهمش رابع. أول دافع فيهم وهو دافع الحب، تاني دافع وهو دافع الخوف، تالت دافع وهو دافع الإعجاب. أول حاجة دافع الحب، وده معناه إن الإنسان لما بيحب حيوان معين أو بيرتاح له أكيد هيحب إنه يقرب منه أكتر ويستزيد من النفع اللي بيعود عليه من الكائن ده.
طب يعني إيه بقى بدافع الخوف؟ يعني المصري القديم في حيوان معين بيخاف منه جدا، هل هيقولك بقى أنا هبعد عن الشر وأغنيله ويهرب من الحيوان ده؟ لأ طبعا، المصري القديم كان ذكي جدا، شكلك فاهم يا نصر. هيضحك على نفسه وهيضحك على الحيوان ده وهيخدعه علشان يتقي شره، وده هيحصل لما يتقرب منه أكتر ويقدسه ويقدس الصفات اللي موجودة فيه حتى لو الصفات دي مش كويسة. لا واضح انك فاهم. طيب هيقدسه ازاي؟ هيقدسه عن طريق انه يقدم له طقوس دينية معينة او قرابين معينة. زي ايه بقى الحيوانات المفترسة دي؟ زي حيوان ابن آوى، وزي الثعالب والتعابين والضفادع والحيات وغيرهم كتير. المصري القديم هينسب ليهم مجموعة من الصفات اللي هتخليهم يلعبوا دور مهم جدا في الديانة المصرية القديمة. فمثلا حيوان ابن آوى، ليه المصري القديم قدسه باسم أنوبيس وليه خلاه إله العالم الآخر أو أحد أهم معبودات العالم الآخر اللي مسؤولة عن الجبانة واللي مسؤولة عن تحنيط المتوفى؟ لأنه كان بيشوف الحيوان ده دايما بيقوم بنبش القبور وينهش الجثث اللي موجودة جواها، فقالك أنا هتقي شره وهقوله ده أنت من أهم المعبودات في الجبانة وفي العالم الآخر وفي الديانة المصرية القديمة كلها، هاخده على قد عقله يعني. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. وزي الأفاعي والتعابين والحيات اللي قدسهم المصري القديم على شكل آلهة للحماية. وعشان كده لما بندخل أي متحف ونشوف أي تمثال لأي ملك بنشوف على جبينه شكل حية أو أفعى، وده دليل على إن الحيوان ده بيحمي الملك من أي عدو. ومش بس كده، لأ ده كمان هيربط بين التعابين والضفادع والعالم الآخر، لأن التعابين والضفادع من الكائنات اللي بتعيش دايما في الجحور والظلام، والعالم الآخر عبارة عن ظلام. وعشان كده بنشوف إن التعابين والضفادع واخدين دور مهم جدا في نظريات الخلق، وتحديدا نظرية الأشمونيين اللي قالت إنهم معبودات الخلق الرئيسية في منطقة هرموبلس أو خمينو. أما بالنسبة للدافع الثالث وهو دافع الإعجاب، فده بيرتبط بالحيوانات اللي ولا بتنفع الإنسان ولا بتضر، ولكن المصري القديم قدسها بدافع الإعجاب بصفة معينة من صفاتها. زي إيه مثلا؟ زي الصقر حور اللي شافه المصري القديم الحيوان الوحيد أو الطائر الوحيد اللي بيقدر يحلق في أعالي السماء ويوصل لأعلى نقطة في السماء، فقدس فيه صفة معينة وهي السمو والارتفاع. وفي نفس الوقت اقترن الإعجاب بالحب، يعني المصري القديم شاف في الطائر ده صفة معينة وحبها جدا وقرر إنه يقدسها. طب إيه هي؟ إن الصقر ده بيقدر ينزل من أعالي السماء للأرض ويقدر يلتهم كل التعابين والحيات وكل الزواحف اللي بتبقى مؤذية للإنسان. وزي طائر أبو منجل اللي قدس فيه الإنسان المصري القديم صفة الهدوء والرزانة. المصري القديم شاف الطائر ده دايما بيمشي بكل هدوء على الأرض، بينقر في الأرض، بيبحث عن أكله وشربه ويمشي في كل هدوء. والبحث والهدوء والرزانة كل دول سمة من سمات التفكير والحكمة، علشان كده قدسوا باسم جحوتي كإله أو معبود للحكمة والكتابة. وهنا ننتقل لسؤال تاني مهم جدا، وهو ليه المصري القديم قدس الحيوانات دونا عن غيرها من أي كائنات حية عايشة معاه في البيئة؟ ده لأن الحيوان هو أقرب الكائنات في البيئة للإنسان. وفي سبب كمان مهم جدا، وهو إن الإنسان المصري القديم شاف إن الحيوان عنده قدرة بتفوق قدرات البشر نفسهم. فأكبر دليل على الكلام ده هي صلاية ساحة القتال، واللي بترجع لعصور ما قبل الأسرات، وبيتصور فيها فريقين، فريق منهم مهزوم وفريق منتصر. المصري القديم لما حب يصور الفريق المهزوم صوره في هيئة إنسانية أو آدمية، ولما صور الفريق المنتصر صوره في هيئة حيوانات. وفي النهاية احنا بنكتشف حاجة مهمة جدا، وهي ان المصري القديم لما قدس الحيوانات قدسهم بأسمائهم الربانية وليس أسمائهم الحيوانية. يعني لما جه يقدس الصقر قدسه باسمه الرباني حور أو حورس، مش باسمه الحيواني بك. ولما قدس البقرة قدسها باسم حتحور أو حوت حر وليس إحد. ولما قدس الكبش قدسه باسم خنوم أو أمون مش باق. واستنتجنا بقى من كل الكلام ده إن المصري القديم قدر يربط بين صفة الحيوان ووظيفة المعبود. يعني عندنا مثلا حشرة الجعران اللي قدسها المصري القديم باسم خبري،
المصري القديم شاف الحشرة دي دايما، ومع كل شروق للشمس بتقوم بدفع كورة فيها البيض بتاعها لحد ما توصله لليرقة أو أولادها الصغيرين ويقدروا يتغذوا عليه. فقدر يربط بين صفة الحيوان ووظيفة المعبود، ويتخيل إن الحشرة دي كل يوم ومع كل صباح وكل شروق للشمس بتقوم بدفع الكرة دي وكأنها بتدفع قرص الشمس. وعشان كده بنقول إن الارتباط بين الحيوان والمعبود ناتج عن التكامل الوظيفي أو الشكلي أو اللغوي. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. متنسوش تشاركوني رأيكم في الكومنتات وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.